الفطار النهارده برعاية أيام المدرسة، كان بابي بيجيب لنا قرص بالعجوة والسكر قبل ما نروح المدرسة، وكانت بتبقى سخنة وجميلة أوي. الحمد لله أخيرا جبت الطريقة، يلا بينا أقول لكم على طريقتها ومقاديرها. هجيب كوباية مية دافية، هحط فيها معلقتين سكر، معلقة صغيرة مليانة خميرة، وأقلبهم وأسيبهم يخمروا مع بعض حوالي 10 دقايق. في بولة بقى أحط 4 كوبايات دقيق جميع الاستعمالات، رشة ملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر، واقلب كل الحاجات دي مع بعض. وبعد كده اضيف لهم معلقتين كبار سمنه، وبس كده الدقيق مع السمنه. وبعدين اروح حاطه كوبايتين زبادي، وبرده اخلي كده الزبادي يدوب شويه في الدقيق. وبعد كده في الاخر خالص اروح حاطه الميه بالخميره، وبعدين ابدا الم بقى في العجينه، يعني نقعد نعجن فيها حوالي 10 دقايق على رخامه فيها دقيق زي ما انتوا شايفين كده. اقعد اعجن فيها لغايه اما يدينا عجينه طريه ومتماسكه. شايفين هي طريه ازاي في ايديا وملمومه وجميله؟ شايفين قوامها عامل ازاي؟ وبعد كده اسيبها حوالي ساعة الا ربع لساعة ونص تتخمر. في البرد اللي احنا فيه ده تقريبا هتقعد لها حوالي ساعة ونص. بعد كده بقى ايه، اديها عجنتين كمان، وبعدين ابدا اقطعها ايه كور، اقسمها واقعد ايه الم فيها كوره كده زي ما انتوا شايفين، واحاول قدر الامكان ان ايه تبقى الكور قد بعض. وبعد كده بقى هحتاج حوالي 4 معالق كبار سكر، احط عليهم ظرف فانيلا ومعلقه صغيره سمنه دايبه، واروح مقلبه كل المكونات دي مع بعض. وبعدين ايه افرد العجينه بتاعتي واروح حشيها بالسكر، وبعدين اروح لما العجينه تاني اخليها بقى ايه زي البقجه كده زي ما انتوا شايفين. وبعدين ابدا المها واروح حطها على السمسم اللي انا محمصاه عشان ايه يمسك، والطريقه دي ما بتخليش السمسم يقع. احشي بقى الكميه اللي انا عايزاها من السكر. العجوه بقى انا غلطت غلطه ان انا كنت بحط العجوه كوره، لا، من الافضل ان انتوا تفردوا العجوه الاول وبعدين تروحوا حاطينها وتروحوا مقفلين عليها، ما تعملوهاش زي ما انا عملتها كده لانها هتلاقوها ركنت في حته. فايه من الافضل ان انتوا تروحوا فاردين العجوه وبعدين تروحوا حاطينها. طريقه العجوه بقى انا بدوب حبه سمنه، وبعدين اروح حاطه فيهم حته العجوه بتاعتي، اقعد اعجن فيهم كويس. وبعد كده ايه بتبدا تلم، وممكن تحطوا لها سمسم زي ما انا حاطه لها في صينيه مدهونه زيت. اروح سايباهم يخمروا تاني حوالي ساعه الا ربع لساعه ونص برضه. بس اهم حاجه بقى في التخميره التانية دي ان نكون حاطينهم في نايلون او اي ستريتش او اي حاجه زي ما انتوا شفتوا. بعد بقى الساعه ونص اروح ايه مبططاهم كده بايدي عشان التوريقه بتاعتهم في الاخر يطلع من بره كده طبقه رفيعه وكراستي. هندخلهم بقى يستووا في الفرن سخن على درجة حرارة 180، ونشغل المروحة لو في مروحة. هيقعدوا تقريبا 15 دقيقة ل 17 دقيقة، وهيطلعوا لونهم أحمر من فوق ومن تحت زي ما انتوا شايفين كده. طعمهم تحفة زي بتاعة الفرن بالظبط. انتوا تقدروا تحطوا في بتاعة السكر حبة قرفة، ممكن تحطوا قرفة كمان في العجوة وتعجنوها بيها، بس أنا ما بحبش القرفة. وبس كده، وبالهنا والشفا. متنسوش بقى تعملوا لنا فولو وسبسكرايب، وما تنسوش تقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة لما تجربوها. بصوا بقى هي طرية جدا، السكر متوزع مظبوط بسبب ان احنا دكناها كده في الاخر قبل ما ندخلها الفرن. شايفين هي طرية ازاي؟ هتفكركم بايام مدرسة بالظبط. شايفين برضو العجوة، بس ما تعملوش زي ما انا قلت لكم بقى، اعملوا الصح.